أنت الآن حينما تقرأ التاريخ تجده مليئا بفضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. عن أي شيء نتحدث في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم وهو يوم ولادة أمير المؤمنين، وأنا أتحدث في هذه الحسينية المباركة وأمام إخواني وأعزائي وأنا أقل طلبة العلوم الدينية معرفة. نتحدث عن علم علي، نتحدث عن شجاعة علي، نتحدث عن قضاء علي، نتحدث عن زهد علي، عن عبادته، عن تقواه، عن أي شيء نتحدث. لو أردنا أن نتحدث عن علم علي فنحتاج إلى أيام وليالي، بل أن العلماء قد كتبوا الموسوعات وكتبوا الكتب في بيان علم علي بن أبي طالب. يقول الإمام علي سلام الله عليه: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ إيش قد يصير؟ مليون. يعني أن علي بن أبي طالب قبل أكثر من 1400 سنة كان عنده مليون نوع من العلم. الآن يوجد مليون نوع من العلم؟ يوجد. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد الباب، فمن أراد المدينة فليأتها. طبعا اجى أبو هريرة وغيره وأضافوا لهذا الحديث لأن لا يستطيعون أن ينكروا هذا الحديث، فهو حديث صحيح متواتر، فأضافوا عليه ومعاوية سقفها وفلان جدارها وفلان وفلان، ولكن الحديث بقي ولا يستطيع أحد ماذا؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الحديث. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: سلوني عن طرق السماوات والأرض فإني أعلم بها من طرق الأرضين. يعني هو قبل 1400 سنة يشير إلى الكواكب وإلى المجرات وإلى الشموس، وهنالك طرق في السماوات، وما كان شخص يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب. حينما يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يقوم له واحد يقول له أنه كم شعر براسك؟ استفيدوا من الإمام علي، اسألوه. يقول سلوني قبل أن تفقدوني. وكان علي بن أبي طالب يفتي ويخبر المسلمين بما في القرآن، ويخبر أهل الكتاب بما في التوراة وكذلك في الإنجيل. كل الذين عاصروا عليا والذين جاء بعده وأعداؤه شهدوا بعلم علي وبأعلمية علي على الآخرين. لولا علي لهلك. حديث مشهور سمعه حتى النساء في خدورهن، قاله عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر. وكان يقول: لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر. وإذا جاءته مسألة عويصة يلتفت يمينا وشمالا ويقول: أين علي؟ وين حلال المشاكل؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. معاوية بن أبي سفيان هذا العدو اللدود لأمير المؤمنين، حينما وصله خبر مقتل علي بن أبي طالب قال: مات الفقه كله. اليوم مات الفقه كله، كل الفقه كان يمثله علي بن أبي طالب. لو أردنا أن نتحدث عن علم علي فقط لا بد أن نتحدث الساعات تلو الساعات، بل أن الأعلام قد ألفوا الكثير من الكتب والموسوعات عن علم علي.
وإذا أردنا أن نتحدث عن شجاعة علي، وهل يشك أحد في أن علي بن أبي طالب كان أشجع المسلمين بل أشجع الخلائق أجمعين عدا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.